السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخنا مطبخ الماسة. النهاردة هنعمل مع بعض تالت حاجة من نوامي العيد. هنعمل البيتي فور بطريقة حلوة جدا والله هتعجبكم، بس تابعي معايا الفيديو للآخر. أول حاجة معانا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، هنشيل منه 3 معالق يبقى كيلو إلا 3 معالق. معانا 200 جرام من السكر البودر، السكر أنا طحناه في البيت. معانا 750 جرام من الزبدة. معانا 2 عدد بيضة كاملين زائد صفار بيضة واحدة. ده القوام بتاعنا هيبقى متماسك وفي نفس الوقت دايب. لو انتي عايزة القوام بتاعك ناعم جدا هتعملي 3 صفار بيض. لو انتي عايزة مقدار البيتي فور بتاعك متماسك زي البسكوت هتعملي 3 بيضات كاملين. معانا كمان معلقه صغيره من الفانيليا، معلقه كبيره من كاكاو الخام الاسباني. اول حاجه هنحط السكر البودر على الزبده وهنضرب فيهم كويس جدا لحد ما القوام بتاعي يبقى كريمي، ولون الزبده والسكر يبقى فاتح جدا، لونهم ابيض، تحس ان هو شكل الكريم شانتيه كده. من وقت للتاني نبدا ننزل الجوانب عشان لو في سكر ما اتضربش او زبده ما اتضربتش ننزلها وتتضرب كويس. اللي لسه لأول مرة يتابعني ما ينسانيش باللايك والشير ويفعل لي زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بكده وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه، وشايفين لون الخليط اختلف طبعا من اول الفيديو لحد دلوقتي. هننزل بالبيض بيضة بيضة ونضرب فيها لحد ما تختفي، ننزل بيهم واحدة واحدة. دي تاني بيضة اهي. التالتة هنحط فيها معلقة صغيرة من الفانيليا، ننزل باخر بيضة على الخليط ونضرب لحد ما تختفي اخر بيضة معانا. بعد كده هنبدأ نضيف الدقيق. ما تبالغيش قوي في الضرب في المرحلة دي لحد بس ما تختفي معاكي البيض خالص. نوقف العجن كده، خلاص خلصنا مرحلة الضرب بالمضرب. هنشيل ال3 معالق اللي قلنا عليهم ونبدأ ننزل بالدقيق بتاعنا ونبدأ نقلب بالسباتولا. تفضلي تقلبي لحد ما تلاقي الدقيق بتاعك اختفى نهائي، وبعد كده توقفي. النواعم مش بتتعجن يا جماعة عشان ما تعضمش معاكي وتبقى مش حلوة. النواعم مجرد ما تختفي خلاص وقفنا. هنبدأ نقسم العجينة نصين، نص هنحط عليها معلقة الكاكاو عشان تبقى تشوكلت، والنص التاني هيبقى فانيليا. هنفضل نعجن فيها، مش هنعجن كتير بس لحد ما يختفي الكاكاو بالشكل ده. هنجيب التب بتاعنا ده شكل التب بتاع البيتي فور. والكيس بتاعنا هنبدأ نملى الكيس. حاولي ما تمليش الكيس بزيادة. عجينة البيتي فور لازم تكون ملزقة، وحاولي على قد ما تقدري ما تكتريش المقدار معاكي عشان الزبدة ما تنشفش منك وتيجي تنزليها بالقمع مش هتنزل. بسم الله ما شاء الله، شايفين شكل العجينة تحفة. انا ماسكه جزء صغير جدا وباقي العجينه فوق، بحيث ان انا لما اضخ العجينه تبقى سهله بالنسبه لي، بتتشكل معانا بكل سهوله. هنخلص مقدار الفانيليا. ما شاء الله معانا كيلو دقيق عمل معانا كميه حلوه. ده الفانيليا انا مكتره الشوكولاته اكتر. هعلمكم ازاي ممكن تعملي كذا شكل بتب واحد. ده شكل الكمثرى، ده الشكل العادي او التقليدي بتاع البيتي فور. جبت لكم عن قريب الكمثرى بتتعمل ازاي. ده شكل ورده برضو بلف بالتب. عجينة طرية جدا حلوة قوي. ده المقدار معانا كله بتاع الشوكولاتة. هنبدأ ندخله على درجة حرارة 200 رف أوسط. بسم الله ما شاء الله، شايفين التسوية ده بعد ما خرج من الفرن. لون العجينة تحت زي فوق، اللهم بارك، ريحته كانت جايبة آخر الدنيا. شكله تحفة جدا. اولا بيريح منك او بيفرش حاجة بسيطة جدا. البيتي فور شايفين لونه من تحت زي من فوق. يا جماعة انا شغلت من تحت وشغلت الشواية بتاعتي على الهادي خالص. الاتنين شغالين مع بعض. هنبدأ في مرحلة التزيين. معانا شوكولاتة خام، ومعانا كمان فرماسيل الوان وفرماسيل شوكولاتة، ومعانا جوز الهند، ممكن عندك مكسرات. حطيت الشوكولاتة بتاعتي على حمام بخار.
لحد ما ساحت، وبعدين حطينا معاها معلقه من الزيت، جبنا صينيه كبيره حطينا عليها كيس بلاستيك او ورق زبده عشان نرص عليها اللي هيطلع من البيتي فور بعد تزيينه. هنحشيها الاول شوكولاته من النص، وبعد كده هنحط عليها نغطسها في الشوكولاته نصها. هوريكي كذا واحده انا بشكل ازاي، افكار بحيث ان انتي لما تحبي تعملي. ده تاني واحده هحطها في الفرن مسال البني اللي هو شوكولاته. نجيب واحده كمان هنحط في الفرن مسال الالوان عشان تختصري وقت. ممكن لو عندك كميه بدل ما تحشيها من النص، لا بتمسكيهم الاتنين وتغطسيهم في الشوكولاته، وبعد كده بتحطيهم في المكسرات او الفرماسيل اللي عندك. ده بأبسط طريقة. ده جوز الهند كمان هنعمل اللي هنحط فيه شوكولاتة، هنغطي عليها البيتي فراية بالشوكولاتة كلها. موضوع التزيين ده ترجع لك وفي ايديكي الاشكال اللي انت عايزه تعمليها او عايزه تعملي ايه. ده يرجع لك، انا بعلمك بس الطريقه، وانت بقى دي ليكي مطلق الحريه في ان انت تعملي. هكمل كل الكميه لوحدنا وهوريكم بعد ما تخلص. بسم الله ما شاء الله، ده شكل البيتي فور بتاعنا بعد ما خلص قد ايه كان تحفه. طعمه فظيع، حلو جدا ودايب. ده من ضمن الاشكال اللي انا عملتها. بسم الله ما شاء الله، شايفين شكل الوردة عمل معانا شكل قلب، وده شكل تاني، وده الفانيليا. بسم الله ما شاء الله، الطريقة ناجحة جدا. اعتمديها بإذن الله هتعجبك. وما تنسيش تعملي لي لايك، واستنوني في فيديو جديد من نواعم العيد. وبتمنى تكون طريقة الشرح عجبتكم والفيديو عجبكم، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسيبكم مع المقطع الأخير تشوفوا قد ايه جمال البيتي فور.